الراحة التامة لمريض خشونة الركبة بتزود الخشونة ولا بتريح الخشونة؟ من الأخطاء الشائعة في علاج خشونة الركبة إن المريض بيفتكر إن الراحة التامة هي الحل ويقعد في البيت يتفادى أي حركة، وده بيكون له تأثير عكسي على المفصل. الراحة الزايدة بتضعف العضلات اللي حوالين المفصل، خصوصا العضلات الأساسية زي العضلة الرباعية في الفخذ والعضلات الخلفية، وده بيخلي المفصل نفسه يتحمل ضغط أكبر بكتير من قدرته الطبيعية، فيزود الألم بدل ما يقل. تخيل إنك بتشيل حمل تقيل بدون دعم كافي. ده بالظبط اللي بيحصل للركبة لما عضلاتها تضعف. اللي بيساعد مساعدة فعالة في تخفيف ألم الخشونة هو التمارين المناسبة اللي بتقوي العضلات، خصوصا العضلة الرباعية اللي قدام الفخذ. دي بتشتغل زي وسادة طبيعية قوية، بتخفف الحمل عن المفصل وبتحميه من الصدمات المتكررة. مش بس كده، التمارين بتحسن الدورة الدموية في منطقة الركبة، وده بيساعد على تغذية الغضاريف والأنسجة المحيطة، وبيقلل من الالتهاب المزمن اللي غالبا ما يصاحب الخشونة. مع الوقت ومع الانتظام في التمارين بيقل الألم بشكل ملحوظ، وبتزيد القدرة على الحركة وأداء الأنشطة اليومية بسهولة أكبر. مريض الخشونة مش مطلوب منه يجري ماراثونات أو يشيل أوزان ضخمة في الجيم، لكن التمارين البسيطة والمنتظمة هي مفتاح التحسن. تمارين زي فرد وضم الرجل ببطء وبشكل متحكم فيه، وتمارين الإطالة اللي بتزود مرونة المفصل والعضلات المحيطة، ممكن تعمل فرق كبير جدا في تخفيف الألم وتحسين جودة الحياة. على سبيل المثال، ممكن المريض يبدأ بتمارين بسيطة هو قاعد على كرسي، زي إنه يرفع رجله ويمدها للأمام ويتنيها ببطء، أو تمارين الضغط على وسادة صغيرة تحت الركبة لتقوية العضلة الرباعية. طبعا كل حالة لها خصوصيتها، ودرجة الخشونة بتختلف من شخص لآخر، عشان كده لازم الدكتور العظام هو اللي بيحدد نوع التمارين المناسبة ومدته وشدته. لكن الفكرة العامة اللي لازم الناس كلها تفهمها إن الحركة السليمة والموجهة جزء أساسي من العلاج، ومش العكس. التمارين البسيطة دي لما تتعمل صح وتحت إشراف طبي ممكن تعمل فرق كبير جدا في جودة الحياة، وتخلي المريض يقدر يمارس حياته بشكل طبيعي أكتر. في كمان أدوات مساعدة ممكن تكون مفيدة جدا في بعض الحالات، زي العكاز أو الدعامات الطبية المخصصة للركبة. الأدوات دي ممكن تقلل الضغط على المفصل أثناء الحركة، خصوصا في الأيام اللي بيكون فيها الألم شديد، وبتساعد المريض يتحرك بأمان وثقة أكبر لحد ما العضلات تقوى وتستعيد الركبة قدرتها على تحمل الوزن بشكل طبيعي. استخدام هذه الأدوات لا يعني الاستسلام للمرض، بل هو جزء من خطة علاجية تهدف إلى استعادة الوظيفة وتقليل الألم لمرضى خشونة الركبة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم إشعارات بكل جديد. شكراً لكم على المشاهدة، ونتمنى لكم صحة جيدة وحركة أفضل. كان معكم دكتور أحمد رؤوف الشلوفي، استشاري جراحة العظام والمفاصل والعمود الفقري.